في اول جلسه بتقولي قالوا لي الراجل بيتنسي براجل زيه، وسيبك من موضوع انك تاخدي وقتك في الزعل ده. جربت اعمل بالنصيحه. واحده من صحابي كان عندها عريس وبقالها فتره بتزن اني انزل اشوفه، قلت مش هخسر حاجه ونزلت رغم ان ما عنديش طاقه لاي حاجه، بس لصمت نفسي بكلمتين من بتوع ان الحياه لازم تمشي. بتقول الحقيقه كان شخص لطيف ودمه خفيف، متفهم اني متوتره ومش عارفه افتح كلام، فبقى بيفتح هو مواضيع. قعدنا ساعتين وفعلا ما حسيتش بيهم، وقال لي نشرب قهوه بكره مع بعض، والقهوه جرت غدا ومكالمه في الثانيه قال لي انه مرتاح وعايز يعرف انا ناويه على ايه. بتقول ما اكدبش عليكي هو شخص احسن مما توقعت، بس عارفه لما يجيلك الشخص الصح قوي في الوقت الغلط، ده بالظبط اللي حصل معايا. انا لسه مش كويسه، لما بقابله كل الدوشه اللي في دماغي بتسكت، بس كده انا هبقى بظلمه معايا. النوع ده من الشكوى انا بسمعه كتير جدا، وعلى قد اللخبطه اللي بتعدي على ناس كتير لما بيقرروا يبتدوا حكايه جديده والقديمه لسه ما اتقفلتش. بس هقولك على حاجه، خليكي صريحه معاه وقولي له انك مش جاهزه دلوقتي، واشتغلي على انك تتخطي العلاقه القديمه. انا بشوف ان الميزه الوحيده في السيناريو ده اللي بيحصل مع ناس كتير، انك بتشوفي ان في ناس انسب لك، وبترجع تصدق تاني انك ممكن ترجع تبقى مبسوط من الاول، وان الحياه فعلا بتمشي وبتقابل ناس تستاهل. لكن اعمل ده وانت مستعد، وما تخليش حد يحاسب على فواتير مش بتاعته.